القناه الثانيه القاهره. فحتى انا شفت بتاع التحريض على الرئيس في التلفزيون المصري. شو بتقول يا دكتور؟ ما تابعت حضراتكم يعني للاسف كرامه المصري جوه بلده زي ما حضراتكم شايفين. مقام المصري عند الحكومه والرئيس انه لما ينهار العقار بسبب فساد المحليات اللي ما حدش بيقرب. بتقول مقام المصري وكرامه المصري عند الحكومه والرئيس مالوش قيمه. يعني عايز تقول ان الرئيس لا يعترف بقيمه الشعب المصري ولا كرامه الشعب المصري. وده في التلفزيون المصري. دي قاعده بتعمل ايه دي؟ تاخد مرتب بس وخلاص. قاعده تعمل ايه الموكوسه دي؟ دي مكانه واحد يجيبها من شعرها كده ويحطها على ايه؟ تلم القريع من الترعه. خلي واحده تمسكها يا باشا. مش احنا هنمسكها. واحده من التلفزيون تجيبها من شعرها وترميها بره. الكفر بتاعها يبوظ يا محمد. ايه المسخره دي؟ يعني دي في التلفزيون. طب انت ليه احنا معلش يعني احنا بنلوم على الجزيره ليه؟ اذا كان التلفزيون بتاعنا بيهمنا وبيهين الدوله وبيدي صوره سيئه للدوله. ازاي دي يسكتوا عنها؟ لازم تتحاسب. ما بقول لك في من ده كتير. ده لسه في كلام شديد. كمل. لسه ده هسمعك. لتطهير هذه البؤرة من الفساد اللي بيتعامل معها الشعب المصري يوميا في امداده بقى بالكهرباء. تكلم عن المحلات فيها فساد والكهرباء فيها فساد والصحة فيها فساد وتقول لك البلد بايظة. كمل. بشبكات او بالمية او تصاريح بنى او هدم او غيره زي ما حضراتكم شايفين. مقامه انه ينام على الارض في دار مناسبات ويتصرف له بقى 600 جنيه ولا يشوف هيتصرف له كام. لو كان مكسيكي كانوا صرفوا له كام دوت. لو كان مكسيكي لكن مصري لا. يتهان بره جوه مصر وبره مصر. فاحنا بالتالي بندعو الفن. شفت يا دكتور؟ لا يا ابني يكون شديد يا دكتور قناه القاهره ايه؟ الثوره ولا حاجه لا يا مسيره محنه دلوقتي الرئيس لسه كان جاي. انا لو مش اللوجو ده محطوط كنت قلت في الجزيره. يعني لو مش اللوجو اللي فوق ده بقول دي القدوسي ولا كنت قلت دي القدوسي بس لابس حجاب لابس باروكه يعني. او اقول دي واحده خديه بنت حنه ولا بنت ام 44 بتاعت الجزيره. لكن ده فوق اللوجو بتاع القاهره اهو قناه محليه. يعني دي قناه القاهره تظلم مصر على الارضي وعلى الفضائي. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قالت مين دلوقتي؟ دلوقتي مش زمان. زي ما بيقول كانت مشكله الكهرباء حلم وان احنا قدرنا نحله. زي ما بيقول كانك انت عملت في عينك مش شفت ان الكهرباء اتحلت. زي ما بيقول احنا حل الكهرباء. يعني انت مش معترف ان المشكله الكهرباء اتحلت؟ لا دي هتلاقي دي قاعده تعمل ايه بقى؟ عميله للاخوان ولا حاجه. طب قاعده في التلفزيون تعمل ايه؟ والله ما اعرف يا دكتور محمد. ده يسال عنها بقى اللي مسؤول عن التلفزيون. طب احنا نلوم ازاي على بتوع الجزيره واحنا حدانا او باشا هم اراذل؟ هي دي مش من الخوارج حتى لو لابسه؟ لا شغل خروج كله خوارج. قله ادب ووقاحه وبتدي فرصه بقى للناس يقول لك ده هم معترفين بالخطا اللي عندهم. يا جماعه احنا بنقول دي على طول هجيبها سلام عبد الله ولا تتفرج على اعلام السيسي. احنا بقى بنجيبها عشان نقول اللي زي دي مكانها مش في التلفزيون المصري لها مكان تاني. لا تحس على الكلام ده وتوقف على. انا مش عايز اكمل لك الفيديو كله قله ادب كله مسخره. وانا بهدي الكلام ده لرئيس اذاعه التلفزيون. حضرتك قاعد بتعمل ايه ولا انت راضيك الكلام ده؟ الكلام ده يرضيك؟ يعني بتاع اذاعه راضيك الكلام ده؟ ولا انت نايم على وجهك مش عارف التلفزيون فيه ايه؟ لا انا ما سمعتهاش. يا ريت تكمل لي الشيء. نكمل لك بطريقه يعني سريعه جدا. دول كبيره ما تقدرش تحلها وامتنع عن ذكر هذه الدول. احنا بنطالب سيادتك بالتالي بالنظر لملف فساد المحليات ومحاسبه المسؤولين. قانون يحاسب المسؤولين من اول سيادتك لانك انت اللي بتعينهم. ده بتعلق على خطاب الرئيس. لا ايوه خطاب على ليه؟ ساعه ما كان بيقول ان احنا حلينا مشاكل دول كتير مش عاجبها الخطاب. موضوع الامطار اللي بتاع اسكندريه مش عاجبها الخطاب. مش عاجبها طبعا. وبتقول نحاسبك انت اول واحد. نحاسبك عشان انت الناس دي. خلي بالك لسه اصلا. ورئيس الحكومه وكل فرد في الحكومه اي وزير واي محافظ لازم يكون مسؤول عن ملف معين بمده زمنيه معينه سواء كان وزير من اول سيادتك مسؤول عن ايه. فين خطتك فين رؤيتك اعلنها للشعب المصري. شوف يا قلت ادب. هم عايزين يسقطوا هيبه يا دكتور دي مسايبينها ليه؟
سايبين واحدة بالوقاحة دي، انا ما اعرفش اسمها دي، مغمورة يعني. انا لو اتمنى ان الاستاذ سمير صبري يسمعني، ان هو الوحيد اللي بيشتغل في الملف ده، او المحامين المحترمين يرفعوا قضية على البنت دي. ما اعرفش بنت ولا ظروفها ايه، دي ما تسابش كده، دي تروح الجزيرة تشتغل. مكانك في الجزيرة مش مكانك هنا، مكانك في تل ابيب، لكن انت في مصر مفروض ان على الاقل تقولي ان احنا في فترة بناء، وخطاب الرئيس اللي احنا سعداء به هي شركته.